اليوم غنوجد معكم طاكوس منزلي كيجي رائع بزاف ولذيذ واقتصادي. نشوفوا الوصفه. غناخذ صدر ديال الدجاج نقطعوه على شكل امنسي، شكل طولي. غناخذ هنا التوابل، عندي ملعقه كبيره عطريه طاكوس، ملعقه صغيره بودره ديال الثوم، ملعقه صغيره بودره البصل، شويه الملح صافي، واوراق الرند اولا اوراق سيدنا موسى. غنضيف 3 الملاعق كبار ديال الكريمه، كريمه الطبخ، كذلك واحد الملعقه كبيره ديال العصير الحامض اولا هذا الخل ديال الحامض. غنضيف واحد الملعقه كبيره ديال الموطارد. غنستعمل واحد الملعقه كبيره ديال السكينجبير طري محكوك، كيجي رائع بزاف هاد الوصفه. ضريس ديال الثومه. وغنخلطوا هاد المكونات مزيان ونخليهم يترقدوا ليله كامله. من الاحسن خصوصا دابا يا رمضان، يعني بلا ما نعذبوا راسنا بالنهار، نصوبوا هادشي بالليل ونخليوه في الثلاجه، وملي يقرب الفطور نوجدوه راه دغيا كيوجد. غنغطيها ببلاستيك الغذائي وغادي نوضعها في الثلاجه لمده ديال ليله كامله، وانتم تخليوها الوقت اللي بغيتي. بعد ما خليتها مرقده ليله كامله غنوضعها في هذا المول. غادي نحاول انني نحلها بهذه الطريقه هذه، نضيف عليها زويته بلديه وندخلها للفران. بعد ما كدوز 5 دقائق كنجبدها من الفران، كنحركها ونعاود نرجعها للفران. بالنسبه للبطاطا دهنتها بالدقيق وغادي نقليها باش ما كتشربش ليا الزيت، داكشي علاش كندير لها الدقيق. خليها جانبا. هنايا الدجاج بعد ما جبدته المره الثانيه كنحركوه بهذا الشكل هذا، كنعاودو نرجعوه، وهذه هي المره الثالثه. صافي دابا الدجاج ديالنا واجد، كيجي محمر وكيجي بحال هكايا مقرمل من الفوق، والداخل كيجي رطب وفتي. غناخذوا الوريقه ديالنا ديال طاكوس، غادي نديروا لاصوص. هنا اختاريت صوص الجيريان اي صوص بيغي صافي. وغندير هذه الطريقه هذه، انا هذه شفتها عند الناس اللي كيديروا طاكوس، قلت علاش لا انايا نجربها. صافي كندهن مزيان، كندير لي فريت، كندير الدجاج، كندير لي صوص وكنطوي. هذه هي الطريقه ديال الطي ديال الطاكوس، سهله مهله وكتجي رائعه بزاف. صافي كنطويهم بهذا الشكل هذا وكنخليهم جانبا. انا نسيت واحد الحاجه هنا، تقولوا لي اشنو نسيت. المهم نسيتو في الاخر، غادي نعاودها، غنعاود نحلهم وغادي نضيف هذاك المكون اللي انا نسيت. صافي هنايا كندير لي صوص، والمعلقه هي احسن حاجه، احسن من ديك الطريقه اللي كيديروا الحريفيه. من الاحسن نديروا هكا المعلقه ديالنا دغيا. كنديروا لي فري الدجاج لي صوص وكنطويو، ولكن هذه المره قبل ما نطوي حليت وغنضيف الفرماج. ضروري طاكوس يكون فيه الفرماج. صافي وغادي نرجع نطويهم. كيف ما كتعرفوا رمضان كنكونوا صايمين، ضروري ما كنساو شي حاجه. غنستمر بحال هكا حتى غنكمل الكميه اللي عندي. من بعد غادي ناخذ المقله، غادي نسخنها، غندير فيها زويته وغنوضع طاكوس ديالي. انا هاد الطريقه هذه كتعجبني بزاف، احسن من بانيني كيجي فيها طاكوس محمر ولذيذ. وهذا هو الشكل النهائي.